الناس دي اشترت خلاص، هستفيد منهم ايه تاني؟ تستفيد منهم كتير. منهم مثلا نقطتين. النقطه الاولانيه ان انت تعمل ابسل. يعني ايه ابسل؟ يعني حد اشترى منك حاجه اوريدي وبعدين بتبيع له حاجه تانية غالبا هيشتريها. يعني مثلا 100 حد اشترى منك كورس معين، طيب لو عملت ابجريد معين او عملت تول بقى معينه زياده او عملت جزء اضافي للكورس ده او حاجه تفصيليه اكتر مثلا وبعتها لهم، كم واحد هيشتري منهم؟ يعني تجربتي انه تقريبا 30% من الناس اللي اشتروا منك اول مره ووثقوا فيك غالبا هيشتروا منك لو بعت لهم حاجه تانية. فتخيل دي مبيعات 30% من مبيعاتك اللي حصلت قبل كده انت ضحيت بيها او ما استخدمتهاش كويس. فاعمل دايما ابسل برودكتس. الحاجه التانية، حاول يبقى عندك كوميونتي او طريقه معينه الناس اللي خلصت معاك او استفادت من كورساتك بالفعل ان هي تفضل مكمله معاك او حواليك باي شكل ممكن، لانه ده بيخلي الناس دي غير ان هي تشتري منك تاني تبقى دايما ناس بتثبت ان انت شخص خبير، ان انت عندك نتورك قويه، بيعملوا ريفيرالز كتير جدا، الناس بيرشحوك لناس تانية. فمفيد جدا ان انت الناس اللي خلصت او خدت عندك كورسات معينه او اشتريت منك كورسات معينه تبقى فاهم ان دي فاليو مكمله معاك، ما تضحيش بيها وما تستغناش عنها وما تنساهاش وما تغفلش عنها.